اهلا بكم في قناتي. معاكم سيف، والنهارده انا هجاوب على سؤال الناس كتير بتساله: ايه هو افضل ايفون في 2025؟ وهل اشتري الاحدث ولا اشتري الارخص والاقدم؟ ففي الفيديو ده خلينا افهمك على حاجات انت ممكن تكون ما تعرفهاش. بص يا صديقي، قبل ما نبدا الفيديو ونعرف الموديلات وكده، فانت لازم تعرف ان مش كل ايفون بيليق مع كل الناس. كل واحد وليه ذوق وليه اختيار. يعني اللي بيصور محتوى غير اللي عايز موبايل يلعب عليه، وغير اللي عايز موبايل يعيش معاه سنين. فخليك مركز عشان في اخر الفيديو هقولك على ايه اكتر اختيار مناسب ليك. اول حاجه، قبل ما تشتري اي جهاز فانت لازم تركز على الخمس حاجات دول. اول حاجه المعالج والاداء، وده شيء اساسي. 2 الكاميرا، خصوصا لو انت بتصور ريلز او تيك توك. 3 البطارية عشان ما يفصلش منك في وقت الشغل. و4 الشاشة، كل ما الشاشة تكون 120 هرتز ده هيقدم لك تجربة احسن وسلسة. 5 السعر والتحديثات، عشان ما تشتريش موبايل يقف معاك تحديثات بعد سنتين. اول جهاز معانا هو ايفون 17 عادي، وده اكتر جهاز انا انصحك بيه في 2025. الجهاز ده بيقدم لك اداء ممتاز وكاميرا قوية وشاشة ناعمة، وكمان بيديك تحديثات طويلة. يعني لو انت بتعمل محتوى او بتستخدم الموبايل ده في شغلك فده هيفرق معاك جدا. فانت لو معاك تكلفته فانا انصحك باللي انت تجيبه. تاني جهاز هو الايفون 16، وده جهاز لو انت معاك امكانيه محدوده فده هيكون جهاز مناسب ليك جدا. نفس السوفت وير تقريبا واداء قوي مناسب لسعره، بس الحاجه الوحيده ان الكاميرا والشاشه اقل شويه من النسخه الاعلى. فانت باختصار خليك عارف احتياجاتك والحاجه اللي مخلياك انت تدور على الجهاز ده. تاني جهاز ايفون 17 برو او برو ماكس. الجهاز ده حرفيا وحش، هيفرق معاك جدا في التصوير والالعاب والاستخدام. الجهاز ده قوي والكاميرا فيها تقريب بصري خرافي، والشاشه تحفه والاداء لا يعلى عليه بامانه. بس بصراحه بكل مصداقيه، لو انت مش هتستفاد من الامكانيات دي يبقى انت دفعت فلوسك على الفاضي. الخلاصه يا جماعه ان مفيش حاجه اسمها افضل ايفون للجميع، في حاجه اسمها افضل جهاز هيناسبك انت وهيمشي معاك انت، واللي انت عايز الامكانيات وكل حاجه هتلاقيها موجوده في الجهاز. لو انت عايز افضل اداء وتوازن في السعر فانت روح على الايفون 17، ولو انت ميزانيه معاك محدوده فانت خليك في ال16، ولو انت عايز افضل تجربه على الاطلاق فانا انصحك بايفون 17 برو او برو ماكس. اكتب لي تحت في كومنت انت شايف ايه افضل حاجه او اهم حاجه في الموبايل، الكاميرا ولا الاداء ولا الشاشه ولا ايه، وسيب لايك للفيديو لو انت استفدت، واشترك في القناه عشان نكمل في سلسله مقارنه الموبايلات في 2025. وبس كده يا صديقي، لو وصلت الاخر صلي على النبي.